الحمد لله والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، قيوم السماوات والأراضين. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وأمينه على وحيه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ثم أما بعد، فلسطين تقاتل وحدها، والتخاذل من العالم الإسلامي ويغي الضرس والسيء. فلسطين تقاتل وحدها، أسجسيت مكامل، والتخاذل للعالم الإسلامي. العالم الإسلامي غيتما يتفرج. فلماذا هذا الخذلان؟ ولماذا هذا التخاذل؟ ولماذا هذا الخزي؟ ولماذا هذا الهوان؟ ولماذا هذا الذل؟ كل هذه أسئلة في ودة سقسيون في اللاسف. تيكي مرة غيتماغ دي سقسيين يويدا دير يمسلم أدير البلا غورنصنت. فلسطين مردنين فلسطين من الأحرى غدنيني غزة مباشرة نقرر فلسطين، لأنه حتى لان من الفلسطينيين إلا عند الخونة خذ حتى غيت مثلا سندي قيمو كان منا أدنيني غزة أي مثلا غزة أنا نسنغني ما ننسى يبادون فرادى وجماعات، أطفال ورجال ونساء وشيوخ. سبحان الله. ثم نولي غيثما العالم الإسلامي أكل ميلا يتفرج على كل هذه الأحداث، وعلى كل هذه الآلام، وعلى كل هذه الجروح، إلى أن ترنتي ويتمثلنا ولا شعرة واحدة تحرك ذاك زيسن. مش كان عن مثيث ما نسحيش قيون الهوان، قيون الذل، لا ذل أكبر منه. مش كان عن مثيث ما أنه ميل حقيقة أقلغ نسعيش ذا الحيين، لأنه الحييث ما الحي ماشي وين غيك تعيش سلجثينس، ماشي وين غي لان ترويح فيس مازالت جثينس، ماشي الويد الحي. ولا يعتبر أنه يكيق مثل للشهداء نحسبهم كذلك نرحم ربي أنهم هم موتى، بالعكس هم الأحياء ونحن الموتى. أذنه لغذ الحيين، والعالم الإسلامي بأكمله هم الموتى. ذنوه نغيق مثل، أما ويش نغيق مثلا نرحم ربي هم عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم. أدبشرن ويش نغي إلا مازالت الدون داغور الصوت، هم أحياء عند ربهم. ونالوا الشهادة، وما أدراك ما فضل الشهادة. أما غير مسلمين لا تفرجون وما زلت عند الحي سجثانسن ويكني غمثل. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يفكي يغد الصورة غير مسلمين من قوان حقيقة شعيس نكنيس قارون سروح نسن سجثان سنس ولا نسن تحسون سعال المشاعر مدوك المخاوان
أين يقرح وين غادي توقرح وين يكفرح وين غادي يفرح التغيير المؤمنين نضع عكس ذلك كما رد بينه بعد قليل. فغيبينه النبي عليه الصلاة والسلام قال مثل المؤمنين التغيير ديوين غاديين المؤمنين ديوين سميت المؤمنين. أما غير ذلك ماشي المؤمنين اللي مسلمان نسعيش كان ذي مسلمان لا شو ذي مسلمان سلا خيال كان ذي مسلمان سلا خيال كان ونسعى راه ولا أكنسقى مازال يفرن تيزي القوة العظمى يغي لنا يسخطه رب العالمين زيسن لهواننا طبعا ولذلنا طبعا. فمثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. اش كياخذ النبي عليه الصلاة والسلام يمثل مسلمين المؤمنين امشي دي وين غنعيش امشي دي وين عاشر العالم الإسلامي بأسره أين ديبهم إلا يمسلم أن ديبهم إلا المؤمن. فكيف النبي المثل أما الجثة إلا ما إلا غير قرحيك قرويش الجثيك مرة ما تتوقرح ما إلا غير قرحيك وطاريش الجثيك مرة ما تتوقرح ما إلا قرحيك ثغمستيش الجثيك مرة ما تتوقرح. أكيد المؤمن أكيد المؤمنين ما إلا المؤمن قل جهة ثمان يطن أكن يبغى يبعد في الله يتوقرح ولا المؤمنين اللي يبعد إلا قد يسحس القريح النيل إلا قد يسحس القريح النيل. فالذي لا يهتم بأمور المسلمين ويغفل قلبه أو إيمانه ضعيف جدا. الذي لا يهتم بأمور المسلمين الذي لا يفرح لفرحهم ولا يحزن لحزنهم أثر ضعيف الإيمان. وذا يخي خوت ولكن يتم هذا الذي أصابنا ضعف وهوان وذل. وغيب نقد النبي عليه الصلاة والسلام صورة لذلك. كي يغد النبي عليه الصلاة والسلام يوثر الصورة غير حالة غير مسلمان قال آخر في الزمان أمشر ذا عاشر رغم كثرتهم لأنه غيثما العبرة ليس بالكثرة وإنما العبرة بالإيمان إلا نزايت وإزاقلون. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال يوشك الأمم يعني نهدرسني الصحابة قل وقت ننقل قوة الصحابة قل وقت ننقل عزة إلا نمكنيت رب العالمين قل قوة يمكنيت رب العالمين قل قاعة إلا القوتان العظميتان قل وقت النير الفرس والروم ورس الزمير نرى يمكنيت رب العالمين قل قاعة. ولكن الناس راح يلحق الوقت يوشك الأمم أن تتداعى عليكم كما تتداعى الأكلة على قصعتها. الناس راح تندي لحق الوقت الأمم الكافرة أدهج من فلا وندهج أدصدم من فلا وندصدر أكم تشن المكلة أكم سبلع ألو كان ذا في المكان أكم كسن القاعة سينوي سدين ون الإسلامي أكم كسن مجندية ونزيون. الصحابة رضوان الله عليهم الناس يا رسول الله بغنا نفهم شو إلا الضعفين أنه غادي لحق الوقت اللي غنو مسلمين هذي اللي ضعفهم وذي اللي أعذاو يتمكن في الناس اللي غلبيت اللي قهريفهم. أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله قل وقتني يا رسول الله يعني قل قلة راني ليه قدروا سراني ليه باش كعذاو اللي يغلبها. قال بل كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل ولا ينزع الله
ولا ينزعن الله من صدور أعدائكم المهابة ولا يقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. يا رسول الله الوقت اللي غندير غير قهر من الكفرية قدروا زين الغرض ليه كثير أقلق قريبة سيني مليار نقص سيني مليار نمسلم بل كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. قلت سويم تقشوال غثاء كغثاء السيل ما رد يسكن وحمالة كان غيني لنخفيفي كان غثيافير في الديرس الحاجة غيلا الزايت يسعى الفوا غادي قيمة كينرسخ القاع ولكن غيني لنخفيفة ياوي أكني غير موقني مسلم. الرأي والتسعين وذيك صار بالعالمين قولاوي عذاون نوال الخوف أذقلنكم تجد نرى من بعد من تجد نيكم أذقلنكم تجد نرى ولا يقذفن في قلوبكم وذقذف رب العالمين قولاوي الوهن. ناس يا رسول الله ذا شو الوهنية؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. حب الدنيا وكراهية الموت. أكمل تعيش العالم الإسلامي كل يوم قرص نفسي كل يوم تحب ذي عيش عيشتيس كل يوم تحف لهنا من عمريس كل يوم تحف الحياة الموت بدرر الموت الجهاد في سبيل الله سفريميت إكل. وهذا من خطط الأعداء من الصهاينة والعلمانية من خططهم يتمع لإضعاف الأمة الإسلامية بعدما كانت لها الشوكة بعد مثل القوى. من خططهم لإضعاف الأمة الإسلامية ورب العالمين فكا غد يوصيا شو غير نقابل عذاو ربي غنال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. فمن خططهم الحاجة مزوات إسقاط الخلافة. بعد هذا يتم وسع جمع التبرعات فائدة جميع دين المسجد قرية آت يحيى بلدية أميزور والله لا يضيع أجر المصير. شوف يتم من خططهم الماكرة إلا السبة من أسباب يمكن الأمة الإسلامية تضعف. الحاجة مزوال في إسقاط الخلافة. شو معنى إسقاط الخلافة؟ الأمة الإسلامية في 13 تحت خليفة واحدة بمعنى أنها ليست دويلات. الأمة الإسلامية كلمة الله من تحكمل إحكمت يوم كان وهو ما يسمى بالخليفة ماشي الرئيس. الرئيس شكل يونت ثمورث الرئاسة متكزيست رزيك وإنما غيكزيستين الخلافة يو الذي الخليفة نسال يحكم الأمة الإسلامية عبر مشارق الأرض ومغاربها. الخليفة الأول أبي بكر الصديق بعد ما ينام الخليفة ذا مزواد النبي محمد عليه الصلاة والسلام. طبعا بعد ما يموت يقل الخليفة الأولى أبي بكر الخليفة الثانية عمر الثالثة عثمان الخليفة الرابع علي بن أبي طالب ثم عمر بن عبد العزيز توالت بعد ذلك الخلافة حتى جاء إسقاط الخلافة العثمانية. سميد الوقت الخلافة العثمانية غيثما لا مسلمين يزدهروا ولا المكنين القاع ولا الأعداء وش ميرارا لأنه غيثما كنيس القال في الاتحاد قوة يمسلم المرة دوكلن ودفكيون الأمر أنه أعداء غثا نحقر غدا هنجم لا شك أنه غنسخوط ولا أنه يمسلمين قوان ميدوكلن الور باش كنسيطر في الناس نلقاش نخدم طبق السياسه فرق تسود تبغي تحكم فرق وما ينزمرت. ففرقت بعدما اسقطت الخلافه العثمانيه فرقت بعد ذلك المسلمين الى دويلات وحدت الحدود كل ثمر خمس الحدود ينس
تي دولة كذا، تي دولة كذا، دولة كذا، دولة كذا، تروح الخلاف. شو ديوينون بعد يتما يويد الضعف والهوى. كل ثمور تسجل في الحدود ديالس. ما راه تيلي ثمور تيتي مسلم تيكشميتو عذاو كل يوثق راسين كي ثمور دينو كان نقل نتخمم في الحدود نتخمم راه في مسلمين. وبعد ذلك فرقت وفرقت اشحال تمورا ومازال فنتفرقي فهمت. ايوا شوف باش كتفرقني مسلم تيقرنص اضعاف السياسه. شك ثمور تتخمم في السياسه غير العمر يسكن. من بين خططهم إضعاف ما يسمى باقتصاد العالم الإسلامي. وسمي العالم الإسلامي بالعالم المتخلف. العالم الإسلامي سمي بالعالم المتخلف وأضعفوه اقتصاديا، بمعنى أنه إلى قتليت وحقيقة ذي إخوغل مليح خيتوش مليح يتما ربي ميدينا وأعدوا لهم ما استطعتم وين عذاو وضرب بي غير تسنز وضرب بي كاع المال فغير ربي غير يكوجد هيماني اسكاس داس كان ديك شموع عذاو تسيني تقوات. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. شو مش راد نقابل عذاوية إلا قنصعوا القوة، إلا قنصعوا البوفوار هي شوف السلاح كان أبدا بالوقت الحالي ماشي السلاح كان. عدة جهات وعدة مجالات إلى قد سريت تقوات باش كتقابل تاع عذاوية باش كتصعد كلمة. من بينها الاقتصاد. إلا قثمور فيه إلا قد سريت قوة الإيكونومي قوة الاقتصاد. إلا قد سريت بلد مزدهر وبلد إلى نسعى القيمة غير العلم يسعى القيمة غير إفكار القيمة غير مسلم. البلد يفكر القيمة غير البحوث العلمية، يفكر القيمة غير التكنولوجيا، يفكر القيمة غير الطباء، يفكر القيمة غير الاكتفاء الذاتي الغذاء والدواء والشراب. وكانت قوة ثمورتين كتشعط ليكونومي، بمعنى أنه وتتعصى السفارة قاعد وقرا قديش كشم الفابور نسمي وقاعد قديش كشم الفابور نرذل وقاعد قديش كشم الفابور ندوى الشيء راه قويني مانيش الشيء الصدريه من ثمورتيك الشبابينيش دعميثن صعيد الطباء دعميثن ابنو سبيطارات وتعاشى ترى موتين حاشا مدينه لك باش تشيع تربينا دعم الاقتصادي ليكونوميا وتعاشى راه الماكله لا خصها بالسيانه كنا دعم الفلاحه والزراعه والانتاج والصناعه ويسقى الاكتفاء الذاتي، بمعنى أنه أي ثمر تكتفي ذاتيا وتحوج على أي أعذاب، بمعنى أنه تسعى الرايق الجهوية. لكن لو كان يحبس الظهور وتكشم على الله القرآن انتشار والأرض انتشار ونتزو ونزرو عاي ولا شريعة مشيت سبعتي أمشي تبغي أخي نصر بك وعذاب ويمين بين دي النار بالعالمين وأعدوا إلى قدر هي. كذلك من بين ما قال أعدوا لقد العبد ليس هي مانيش بسلاح تعصى ترى هذا وبديك السلاح لقد هي مانيش. كلمة وأعدوا كلمة عامة شاملة لكل ما يستطيع أن يعده للقاء هذا العدو. ولكن الشهد مسلي ماشي ذاك يشتهى الشهد مسلي يتمع الخزي والعار ما إلى الودة تدنيني غير عار عين خذلان أنه غيثمثنا في فلسطين غزة تمسثل والعالم الإسلامي أجمع يتفرج. ولكن لقد تعرفوا في الحاجة والختم عزيز الدرس درسي غيثما ويغرى طول عزيز لأنه غيثما يقرح حول نسمك في كان نبغى نسمك في غير نكسفولا ولا النغكان. أما غير مسليني على دينية لا حول لنا ولا قوة ورد تساوين ولا ذكرى أهضرنا قيم لأنه بالواقع يثمغ الواقع ماشي اللي مسليني دي تساوي صح
نتواسي ثماننا نواسي أنفسنا إلا نهضر إويدد نهضر دي ورا غنسوسم إلا نهضر، ولكن نتحواج الواقع، نتحواج هذه أرض الواقع، لأنه غيتمغ ثلاث القاعدة القوي يأكل الضعيف. القاعدة هي غتدوم، القوي يأكل الضعيف، أموت قوة غتتوجد. أما غنسليني كنت قطون ولا ذكرها لا الأمم المتحدة ولاش القوانا غور وصلحبر على ورق. لشو القاعدة هي ديوي غير نطبق، القاعدة غير ديوي غير نطبق، لكن غير تطبق الجدد لا غسلغي لا غاضا فرنسا ذي يوثق من القرنوسي حاجة غذية. لشو غير اللي شوفغن اللي شوفغن بالقوة، ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة، لا يغيخ طلب ربي. ولكن من مخططاته ما يتمام باش كتعلم، وهذا أكبر مخطط باش كتعلم أنه أكبر عدو وأكبر خائن ماشي الكفارين، ماشي الذينين، ماشي الأمريكا، ماشي فرنسا، ماشي الألمان، ماشي ويكيبنن، وإنما أكبر عدو أسمرت سواك الحدس داخل لما تلدغ أتسوقصد ذي مكانة كيقسن. ولهذا من مخططات أعداء الله عز وجل أسمي يبطن في مريع بدون تخطيط هذا شو الحكام العالم الإسلامي لنغني سروسين كما انضم ويسر سيدين حتى يخدموا مصالحهم سداو لي تمت فوبيل ما إلا ثلهيت سديت ديرنا غاكنيك دنا غمكانيك وتسقى في الناس ما إلا نفاكن الصلاة دقرويت أقليك ديرنا أمكانيك غير واحد ناوي ونادي نساس كمكانيس ونرادي لي ديرنا هكا غير تشدو العالم الإسلامي للأسف الشديد. هكا غير الحكام يمسلمل يولوا يسعي الراي شوف حب الدنيا وكراهية الموت. الكرسي اللي غير تسعي شكل في الناس يبغى صراحة يتفنكان، يبغى يعيش مرفه، وكراهية الموت. وهذا من مخططاتهم أنهم أسقطوا ما يسمى بالجهاد في سبيل الله. فانقلبت الموازين أمش وذيل يتسنغون يتمثل غزة، صار هذا دفاعا عن النفس. شو نتسنغ ويا شيء الدفع في العمورة في النار دفاعا عن النفس، ولكن إنهم أصابوا أحد منهم صار إرهابا. الجهاد سمى ناس الإرهاب. أي دولة تدافع عن حقها إرهاب، ولكن إن دفعت هي عن حقوقها صار دفاعا عن النفس. ولهذا أسقطت ما يسمى بالجهاد في سبيل الله. ولهذا غيثما مرن سوالي ذا شوف طرود يتمثل غير مسلمان الشاهد بيغمس لي بغادين في كلمة أنه غيث مثل غير مسلمان أهلا تمساثا والعالم الإسلامي غيتفرج. هذا دليل على الضعف والهوان. ولن يصلح حال هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، ولن تقف هذه الأمة على أرجلها إلا بما وقفت الأمم السابقة بما وقفت عليه. دشوت كلمة الجهاد لا غير، كلمة الجهاد. ولكن للأسف الشديد هذا الجهاد من الذي يقوم به؟ نرى ذكرا. نسأل الله عز وجل أن ينصر إخواننا المستضعفين في غزة. اللهم انصرهم، اللهم كن لهم عونا ونصيرا. اللهم إنه لا حول لنا ولا قوة إلا بك، اللهم إنه لا حول لنا ولا قوة إلا بك. اللهم يا عزيز يا قدير، اللهم عليك باليهود الغاصبين المحتلين،
ومن كان على عونهم ومن كان على شاكلتهم. اللهم اهزمهم، اللهم واخذلهم، اللهم وأنزل عليهم سخطك. عباد الله، أمة الإسلام تمرض ولا تموت. الأمة محمد عليه الصلاة والسلام نعم التغليد في فترات تمرض، التغليد في فترات تشوجرح، ولكنها لن تموت، لأنه يبشر النبي عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان راح تفغني رجازل، نعم تفغني رجازل أمثال عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وأبو بكر الصديق رضي الله عنه، ويكيل ردير المجد والعز للأمة الإسلامية. اللهم اصلح أحوالنا، اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا. أكتفي بهذا القدر، أقول ما تسمعون، أستغفر الله لي ولكم، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لنا سنويت مثلنا ذي مطار طلب لكم دي مولانا الدعاء أنا بالقمة. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم وأن يردهم إلى أهلهم سالمين معافين، وأن يشفي جميع مرضى المسلمين.